الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه ورحمته للعالمين صلوات ربي وسلامه عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأحبابك وأتباعك ومن تمسك بسنتك وسار على شريعتك إلى يوم الدين. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الكتاب وناول التنزيل. الله أكبر الله أكبر إن دين محمد أقوى وأقوم قيلا لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين سادات الدنيا وملوك الأخرى. ثم أما بعد، السادة الحضور، نضر الله وجوهكم وأسعدكم الله بالفوز ودخول الجنة، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك الذي أذن الله له أن يرفع ويذكر فيه اسمه، أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته وأن ينعمنا بالنظر إلى وجهه الكريم. اجتمعنا لنكرم أخا في الله، رجلا حمل عبء الدعوة فأدى ما عليه وقام به خير قيام، لم يقصر ولم يتوانى، فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يقبل منه صالح العمل وأن يغفر له الخطأ والزلل، فهو ولي ذلك والقادر عليه. تكريم الدعاء ليس منة ولا تفضلا، ولكن الدعاة كرمهم الله عز وجل في قرآنه، حيث ذكر الله عز وجل أنهم حملة العلم ووعاء طيب وباقة مسك تفوح على الدنيا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فمن دعا إلى هدى فله أجر مثل أجور من دعاهم دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نسأل الله لأخينا أن يتقبل الله منه وأن يغفر له ما قصر وما زل وما خطأ، إنه بعباده رؤوف رحيم. لأخي أن يسعد ولا يحزن في مثل هذه الليلة، فقد أنعم الله عليه أن يحيا إلى هذا الوقت حياة طيبة قضاها في طاعة وفي دعوة، حاملا عبء رسالة الأنبياء والمرسلين إلى أن أتم الله له ذلك الأمر وهو في صحة من الله وعافية. فنسأل الله
أن يحييه دائما في صحة وعافية، وأن يلحقه بركب النبيين وإمام الدعاة وإمام الموحدين سيد المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا التكريم ليس منة ولا تفضلا، وإذ به نكرم كل الحاضرين، نرحب بهم فطابوا وطاب ممشاهم، ونسأل الله لهم من الجنة منزلا ومكانا. نرحب بداية بالسادة العلماء الأجلاء من إدارة أوقاف دسوق، ونبدأ الترحيب بفضيلة الشيخ وجيه زاهر كبير مفتش الإدارة بدسوق، وفضيلة الشيخ يحيى عبد الفتاح المفتش الأول بالإدارة. كما نذكر خاصا بعد عام لبيان فضله ومنزلته أستاذنا ومعلمنا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ علي شرف، أمد الله في عمره وأحسن الله في عمله حتى يلقاه مغفورا له، آمين آمين يا رب العالمين. وجعل الله في ميزانه ما علمنا وما وجهنا وما أرشدنا، فالله ولي ذلك والقادر عليه. ثم نرحب بالسادة التنفيذيين والمحليين نائبين عنهم الأستاذ وليد فلفل نائب رئيس مجلس مدينة دسوق، والشكر كذلك والترحيب موصول للسيد رئيس الوحدة المحلية بأبو مندور الباش مهندس إيهاب الطوخي، شكر الله لهم جميعا. ودائما نقول للسادة المحليين والتنفيذيين احراز الذكر الجميل بالسعي في الخطب الجليل، وحاجات الناس كرب، ومن فرج عن الناس كربة أسأل الله أن يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما حصول المناقب إلا بالمتاعب، فأنتم واجب عليكم خدمة الناس، وخدمة الناس شرف، أسأل الله أن يجازيكم به خيرا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. حفلنا بعد الترحيب يبدأ بخير الكلام وطيبه، مع الذكر الحكيم، آيات بينات من كتاب الله يتلوها على أسماعنا فضيلة الشيخ عصام النجار، فليتفضل مشكورا. فاتني هو له ترحيب خاص والله، أستاذنا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ عبد الله القهوجي، هو له فقرة خاصة وترحيب خاص لا ينكر ولا يغفل إن شاء الله. تفضل يا أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. من حسن صفاؤه وجب اصطفاؤه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير. أسأل الله أن يكون أخانا المكرم من زمرة المصطفين الأخيار وأن يجعلنا الله معه وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فما الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. فمع كلمة الدعاة وكلمة إدارة أوقاف دسوق يلقيها علينا فضيلة الشيخ وجيه زاهر فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بداية أرحب بالمنصة الكريمة فضيلة الأستاذ المحترم أستاذ وليد فلفل، يعني الغائب الحاضر يكفيه ابتسامة جميلة وحضور طيب.
وارحب بالاستاذ المهندس باش مهندس ايهاب الطوخي رئيس الوحدة المحلية. هذا الرجل اذا تعاملت معه احببت، سهل الممتنع، يستطيع ان قد يعني ايه استفاد من الاستاذ وليد فلفل والاستاذ سند، فعنده باح طويل في المعاملات الاداريه. ادعو الله عز وجل ان يوفقهم جميعا وان يكونوا من اهل الفضل واهل المساعده ونصره الحق. كما ارحب بشيخي واستاذي وتلميذي شيخ عبد الفتاح، وارحب باستاذنا الكريم استاذ علي شرف، وشيخنا الفاضل الكريم الشيخ شعبان. عايز اقول لحضراتكم الشيخ محمد البلكيمي افاض واجاد، فانا اتركوا لي الكلمه مفتوحه بعد اذن حضراتكم. يعني احنا جئنا هذه الليله نكرم شيخا عظيما كريم في ليله مباركه الا وهي ليله الجمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: اكثروا علي من الصلاه في يوم الجمعه فان صلاتكم معروضه علي. فهذه الليلة ليلة مباركة، وفضيلة مولانا الشيخ شعبان عامر في سطور. الشيخ شعبان عامر إذا ذكرت المنظورة ذكر الشيخ شعبان، وإذا تحدث عن أي إمام يذكر الشيخ شعبان عامر. لقد عشت معه فترة طويلة ومررت عليه رغم كبر سنه، ولكن كان يتسم بالأدب والاحترام والذوق. وإذا تعاملت معه في المسجد تجده أمامك صغيرا ولكن يقدر في علمه ومكانته. وإذا تعاملت معه خطيبا تراه خطيبا بارعا يستطيع أن يسيطر على جمهوره. تعاملت معه في مسجده على أنه إمام ذو قيمة إدارية بحتة. لم تحدث مشكلة في خلال المساجد التي تولى قيادتها مولانا الشيخ شعبان إلا وسيطر عليها. الإمام ليس إمام منبر أو قبلة فقط، لا، الإمام إمام قدوة لمن يسمعه ويتحرك كأنه قرآن يمشي على الأرض. الإمام أخلاق، الإمام جمال، الإمام حسن التعامل. هناك إما كثيرين ولم يغفروا، وهناك إما قليلين لهم باع طويل قد حفروا أسماءهم بماء من ذهب. الشيخ شعبان عامر تنقل في مساجد كثيرة، ويذكر منذ أن خطب فيها الشيخ شعبان عامر ده من المنظورة، وهذا أخوانا يحتذى به، حتى إن بعض الناس من كتر عشق للشيخ شعبان يقلده. وإذا سمعت هذا الرجل كأن شعبان عامر يؤدي أمام عينيك. ما هذا إلا قد أثر في هؤلاء. الإمام يا أخوانا ليس حضرات الحضور مش إنه يؤدي وظيفة إنه يصعد المنبر ويصلي في الجبل، لا، الإمام اجتماعي، الإمام له دور. الشيخ شعبان عامر إذا كنت في ذات مرة أو مرات عديدة كلفته بأمر خارج المسجد إلا وسعى إليه ولم يتوانى حتى يقضيه، حتى وإذا قضى فيه وقتا طويلا إلا أنه كان درع في حل مشاكل الناس. الشيخ شعبان تولى أكثر من منصب وله الشرف أن الله سبحانه وتعالى شكر الإمام قبل أن يشكر رؤساؤه. الإمام إذا كان في مسجده إماما كان على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، والإمام إذا أتقن عمله يحترم. وهكذا شيخنا الكبير ويصدق فيه قول الحق تبارك وتعالى: إن الله إذا أحب عبدا نادى في ملائكته، وينادى على مين؟ على جبريل: يا جبريل إني أحب فلان، فينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلان فاجعلوا له القبول في السماء. ثم ينادي جبريل إلى أهل الأرض: يا أهل الأرض إن الله عز وجل يحب فلان فأحبوه فاجعل له القبول في الأرض. ومن هذا المنطلق إذا كان الإمام قريب من الله
قريب من الناس كان له الأثر. أما إذا كان الإمام بعيد عن الله بعيد عن الناس لم يكن له أثر في هذا المكان. المسجد هذا رسالة ولا يعتليها إلا إذا وفق فيها على قدر إخلاصه وعلى قدر عمله تجاه الله عز وجل. مولانا الشيخ شعبان تعاملت معه عن قرب، وكنت أود يعني أن أصفه بأكثر من ذلك، ولكن لساني هذا يعجز عن هذه الكلمات، ولكن هذا الوصف ربما يكون ضعيفا على قدر مستواه. فالشيخ شعبان عامر يعني من الناس اللي أنا عايز أوصيه بوصيتين. الوصية الأولى إن خروج الشيخ شعبان على المعاش ليس هذا هي نهاية الحياة، لا، ده بداية حياة جديدة، ولا بد وأن يسعى جاهدا بعدم ترك المنابر. وأنا عايز أقول لفظ تاني للشيخ شعبان من فرسان المنابر. إذا سمعت الشيخ شعبان ويلقي خطابه يعني تقشعر له الأبدان، وله محبين وله رواد وله مريدين، وهذا المسجد يشهد على ذلك. هذا المسجد يشهد على ذلك. المسجد يا أخوانا ملوش رواد، رواده كلك جايين من هنا وهنا وهنا للإمام اللي في المسجد. فالشيخ شعبان هيترك خلفه مهمة صعبة جوه الشيخ جمعة، وتكون انت على قدر هذه المسؤولية. يا اما تخطب لوحدك يا اما تجيب الناس اللي جابها الشيخ شعبان دي. فمسؤولية يعني صعبة لأبعد ما تتخيل. فادعو الله لك ان يوفقك وان يعينك وان يسدد خطاك. عايز اقول لحضراتكم الشيخ شعبان عامر وعد، وانا بقول له اشهدكم على ذلك انه لن يترك المنابر ويظل خطيبا الى ان يمد الله في عمره او ليقضي الله امرا كان مفعولا. ومن كلماته قال انا كمان مش عايز اجر ولا هقدم، انا هوهب باقي حياتي لله عز وجل، وهذا امر طيب وجميل. ادعو الله عز وجل ان يسدد خطاه وان يجعل ايامه القادمه ايام سعاده وسرور، وان يختم له بالباقيات الصالحات، وان يجعله من اهل الفردوس الاعلى، وان يرزقني واياه حسن الخاتمه، وان يرزقني واياكم يا رب القبول. قبل اما اخلص الكلمتين بتوعي عايز اشكر الشيخ محمد زايد فارس من فرسان الحفل الكريم وسعى فيه وجاهد. وعايز اقول لحضراتكم لأئمة المنظرة كلها، من اتى ومن تخاذل ومن حضر ومن لم يحضر، انا عايزكم على قلب رجل واحد، وتكون في التكريم ده صورة مشرفة للمنظورة، وما يكونش الشيخ شعبان عامر اخر واحد يكرم، لا، عايزينها كده سلسلة. بدأنا من الشيخ محمود على شكل بسيط كده وكانت البداية، بدأنا بالشيخ شعبان، وان شاء الله في الايام المتتالية يكون افضل وافضل وافضل وافضل. وعايز اقول لحضراتكم جميعا اخيرا يعني شكر الله لكم جميعا على حسن سعيكم، وهذه ليلة مباركة طيبة. ادعو الله العلي الكبير ان يرزقني واياكم فيها الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ وجيه. ولقد قال فيما قال إن الشيخ شعبان رجل اجتماعي بطبعه، إلى جوار أنه رجل اجتماعي فهو رجل بيئة ومجتمع، خادم للمجتمع قبل أن يكون خادم الناس في بيت الله عز وجل. فلا نزكيه على الله. الشيخ شعبان كم كان يجوب الليالي في شتائها القارس يطرق الأبواب على المحتاجين، يقضي حوائجهم ويدفع عنهم غوائل الفقر والمرض. جعل الله أنا لا أريد أطيل النفس في هذا، لأن هذا أمر كان بينه وبين الله، كنت أراه من بعد ولا أريه نفسي، حتى يظل عمله لا رياء فيه ولا
حظ ولا نصيب فيه لعبد من العباد. أسأل الله أن يكون ذلك في ميزانه وأن يجعل ذلك في حسناته حتى يلقى الله ولا شاهد عليه بذنب. في حفلنا فقرات متنوعة، عشنا مع كلمات للعلماء، والآن جاء دور الأدب والشعر مع رجل كلنا غرس يديه، ونحن كجالسين تحت شجرة تظللهم. أظلنا بعلمه وبأدبه وبخلقه قبل علمه فضيلة الشيخ عبد الله القهوجي، وما فتح الله عليه من الشعر يتحفنا به في هذه الليلة. فإن الشعر أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. فمع حكمة الشعراء وجواهر اللفظ للأدباء وأستاذنا فضيلة الشيخ عبد الله القهوجي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الأيام تجمع الأصدقاء، وما أجمل الليالي وتشدنا إلى الأحباب شدا. وإذا كان مجال الكلمة قد انتهى فإن مجال البسمة لا ينتهي. وما أجمل الشعر الذي يعود علينا بالابتسام الذي يكاد يفتقده الكثير. دع الألحان تنطلق انطلاقا وذب في الورد والزهر اشتياقا. دع الألحان تنطلق انطلاقا وذب في الورد والزهر اشتياقا. وقل ما شئت من شعر مغنى فغصن الود من يدنا تساقا. دع الألحان تنطلق انطلاقا وذب في الورد والزهر اشتياقا. وقل ما شئت من شعر مغنى فغصن الود من يدنا تساقا. وما كالود إلا الروح طبعا شذا والشهد طعما أو مذاقا. وودي ليس إلا عن يقين إذا أحببت لا أدري نفاقا. أو هكذا تتفجر الصحراء نورا ويشرق في الصخور ضياء. أو هكذا تعلو الرمال أزاهر فيطل منها جنة فيحاء. صحراء مكة بعد جدب قاتل يجري هنالك في رباها الماء. تجري الهداية في ربوع ديارها ويسير فوق رمالها الحكماء. من ذا أتى أرض الجزيرة بعدما ضاقت بجهل رجالها الغبراء. من ذا أتى لديارها، من ذا أضاء بأرضها، ما هذه اللألاء. أمحمد أهلا بمن قد جاءها، أهناك غير محمد عظماء. أهناك غير محمد عظماء. هذا اليتيم بهديه نادى فكانت صيحة ما شانها استحياء. سقطت بها الأصنام طلعة بينما ضحكت لها فوق النجوم سماء. يا صامدا تعطي الحقوق كفاءها، ما نال منك الوعد والإغراء. ظنوك تسعد أن تكون مملكا والمال يبغي جاءه الفقراء. أو أن تكون مسودا متحكما تنهى وتأمر مثلما ستشاء. ظنوك تسعى للحياة ومجدها والظن فيه لمن يظن غباء. ما دار يوما في
في عميق ظنونهم ان الرسالة عصمة ونقاء. وقصدت مكة على صدرك تاجدا للصدر ما قد يرى فيه وقصدت مكة على صدرك واجدا ما قد يرى للصدر فيه شفاء. فدعوتهم للحق إلا أنهم صدوك جهلا إنهم جهلاء. قذفوك بالأحجار حقدا منهم حتى تصبب من يديك دماء. قذفوك بالأحجار وهي سلاحهم إن الحجارة مثلهم عمياء. وأتاك جبريل يقول محمد قل ما تشاء فإننا شهداء. لو شئت أن يقضى عليهم فاعطني أمرا فأمرك في العباد قضاء. فدعوت يا رب الهداية أعطها للقوم إن العقل فيه غباء. ورحمتهم حتى كأنك والد للخلق تشقى أن يكون شقاء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ختم أستاذنا قصيدته بما نقله عن السابقين: فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ابتهال لنصلي على رسول الله في هذه الليلة في دقيقتين مشكورا فضيلة الشيخ حمزة فليتفضل. داعي العناية من أزل ينادينا والمصطفى لصراط الله يهدينا. كنا نعم أمة المختار من مدحت فقرأ أخي كنتم تطاع أمانينا. الحب مبدأنا والوضع قبلتنا والمصطفى قدوتي فعلى النراقين. خمر طهور سقاها الله من أزل من شمها يرتقي أعلى وعلينا. من ذاقها شاهد الأسرار ظاهرة يرقى بها لمكان القرب مأمونا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبا الزهراء وجد الحسنين يا إمام الرسل قرة كل عين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. داعي العناية من أزل ينادي
والمصطفى لصراط الله يهدينا في عهد يوم ألست أشرقت عالما تلك العناية بالحسنى طوالينا قد أنعم الله بالحسنى لنا أزلا حتى خصصنا بخير الرسل هادينا كنا نعم أمة المختار من مدحت تكراسي كنتم طوط أمامينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليك سيدي يا رسول الله. إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. إذا كنا استمعنا إلى فارس الكلمة فضيلة الأستاذ عبد الله القهوجي فمع شبل من أشباله وتلميذ من تلاميذه غرس يديك يجلس إلى جوارك، هذا شرف لك يا أستاذنا، شرف لك أن يتبوأ ابن من أبنائك منزلة إلى جوار أستاذه. ألا لا تكن رجلا من ورق، ألا لا تكن رجلا من ورق، وسابق إلى الله في من سبق. لقد طيب الله أوقاتنا، فكيف تضاع بشتى الطرق؟ ففي البر كم سبل للفسوق، وفي البحر كم سفن للغرق. إذا كانت النفوس كدارا تعبت في مرادها الأجساد، فمع فارس من فرسان الكلمة والأستاذ الفاضل عماد حسني فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تكن من ورق، ألا لا تكن رجلا من ورق، وسابق إلى الله في من سبق. لقد طيب الله أوقاتنا، فكيف تضاع بشتى الطرق؟ ففي البر كم سبل للفسوق، وفي البحر كم سفن للغرق. وإن غم يوما عليك الرؤى، فلذ بالكتاب حذار الفرق. ولا تنصرن أخي باغيا، فإن البغاة فساة خلق. ولا تفخرن على العالمين، رويدك يا نطفة من علق. ولا تيأسن إذا ناب خطب، فصبرا يفز يا أخي من صدق. فنحن على سفر في الدنا، فبادر وتبل الذي قد خلق. ولا تعطين الدنية في دينك، الدهر من يعطها يسترق. وأخلص عبادة رب العباد، ولا تدع غير الذي قد رزق. وإما وجدت من النزع شيئا، فقد قل أعوذ برب الفلق. وإن ضقت زرعا بهذا الورى، ففر إلى الله يا من مرق. ولا تخضعن لذي حاجة، ولا تك مثل بني المصطلق. ولا تصحبن لئيم الطباع، تكن مثله في سواء الخلق. فلا عهد للغادر المستغل، ولا عيش للجاهل المخترق. وخير الرجال الأبي النبيل، وحسب الطوى ما يسد الرمق. وخير المعيشة من يختلي بمنزله في صحون الغسق. ولا تحمل الحقد بين الضلوع، فمن يحملن زوى واحترق. ولا خير في العي إن لم يكن، وما لأحاديثه منطلق.
وأولي الرعاية للوالدين أباك وأمك فلتنتطق، فخير القلوب التقاة الرقاق، وشر القلوب التي لا ترق. فيا عازما عاجزا شأنه عليك من الله ما تستحق، فإن الأماني مرهونة ببذل الجهود وجوب الأفق. إذا ما عزمت على فعل أمر أخي فعجل به واستبق، وعود لسانك صدق الحديث فبئس الحديث الذي يختلق. وصل الصلاة على وقتها وعظم شعائر رب خلق، ولا تكثر المزح إن المزاح ليذهب هيبة من قد خرق. كمثل المدام تزيل العقول وتعصف بالرجل المتسق، تزود ليوم بشتى العلوم كمن ملأ الكأس حتى دسق. ولا تكن أبدا عالة على أحد واجتهد واستبق، حظوظ الأنام بها آية وإن القناعة فيما رزق. فسابق أخي بني الآخرة وإياك أن تفترق، فإن الحياة غدت مدبرة وليس لها فضة أو ورق. فلا تركنن إلى هذه وربك فاعبده حقا وثق، ولا تشرئب إلى فتنة فمن خاض لجة بحر غرق. وقاوم بما حست من قوة وكن مستعينا برب الفلق. فطوبى لمن طاع رب الورى وويل لمن بالمعاصي اعتلق. وما هذه الدار دار الفناء بباقية للذي يأتلق، فمهما تقلد من شأنها فعما قليل لسوف يدق. تلاطف هذا وتخدع هذا وذاك أراقت وذا لم ترق. وتخلو بأكثر من واحد تمنيه بالذور حتى يثق. وسرعان ما تنتضي حية ملامسها الموت والمفترق. فلا تخدعن بأباطيلها فما هي إلا أخي النفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الأخ عماد خيرا وبارك الله فيه وأكثر من أمثاله. وحتى لا نطيل على حضاراتكم نمتع أسماعنا بكلمة من الشيخ شعبان صاحب الحفل. فهيا إلى المكرم فضيلة الشيخ شعبان ولنسمع منه ماذا يقول. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ورحمته العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه العامرة بالإيمان وهذه الألسن الذاكرة للرحمن. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما أسرع مرور الأيام والشهور والأعوام، ألا ما أسرع مرور الأيام والشهور والأعوام، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم
عن ذلك حين قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتصير السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. وفي حديث آخر: يتقارب الزمان فتصير السنة كالشهر الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. وكما قال العلماء إن هذا التقارب إما أن يكون تقارب حسي وإما أن يكون تقارب معنوي. والتقارب الحسي أي أن الإنسان فعلا يحس سرعة مرور الأيام والشهور والأعوام ما لم يكن يحسه قبل ذلك. وإما يكون معنوي، والمعنى أن البركة تنتزع من الأوقات فلا يشعر الإنسان بالوقت كما كان يشعر به قبل ذلك. والواجب علينا أن نغتنم من هذه الأيام والشهور والأعوام التي تمر وتمضي من أعمارنا وتنقضي، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو علم حصله، أو مجد بناه، فقد ظلم نفسه وعقى يومه. وكما قال سيدنا الحسن البصري الرجل الذي قالوا عنه أن كلامه يشبه كلام الأنبياء: ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني فإني إذا مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. 33 عاما في المساجد مرت أو مضت كأنها أيام أو شهور، والله أشعر كأنها أيام مضت أو شهور انقضت. كان البدء في قرية الصافية مسجد الشرقي، عملت فيه عام، وأقول هذا الكلام لزملائي وإخواني الذين حضروا جميعا، أرى جلهم حضور. حين ذهبت إلى إدارة الأوقاف ليتسلم جواب العمل، كان الشيخ محمد دراج وكيل الإدارة، وكان معي إخواني الشيخ محمود والشيخ أبو المجد والشيخ مجموعة. فقال الشيخ: مين اللي رايح المسجد الشرقي بالصفي؟ قلت له: أنا يا مولانا. فنظر إلي يعني ولم يعجبه حالي، قرآني ضعيف بطلان كده على قدي. فقال لي: يا ابني ما تروحش. ليه يا مولانا؟ قال: يا ابني المسجد كبير وجمهوره كتير. وذهبت، وكان مقال مسجد بجوار المقابر، وكان على موعد مع المقابر في الصافية وفي الشرقي. وجدت المسجد حجمه كبير فعلا، وبه جمهور يمتلئ المسجد ويفترشون الشوارع حول المسجد.
والله كنت آتي من الجمعة فأستريح قليلا ثم أعد لخطبة الجمعة القادمة. والله في يوم الجمعة بعد العصر أجيب الكتب وأحضر الموضوع وانتقي. كان في حرية للإمام اختار الموضوع وينتقي الموضوع ويحضر الموضوع، وأذاكر الموضوع طول الأسبوع وأكتبه، وهذا بالأستاذ عبد الله القهوجي وهذا اللي جالس، وأطلب منه أن يشكل لي الكلمات فاحفظه وشكله طول الأسبوع، ثم أذهب مع يوم الجمعة مرتين، مرة يوم الاثنين ومرة يوم الأربع، أصلي العصر وأحضر درس حديث أو فقه أو تفسير. هذه الفترة لنا قضيتها في هذا المسجد هي التي أوصلتني إلى ما أنا عليه، وارتحت طيلة حياتي في مجال الدعوة والمساجد. حصلت في البداية في البدء إذا الإمام بدأ وحصل وقرأ واجتهد تكونت لديه بعد ذلك قيمة من العلوم يستطيع أن يبني ويقيم عليها حياته بأكملها. ثم قضت مدة صافية سنة، ومسجد زقزوق سنة، والمسجد الوسطاني كان اسمه الأهالي سنة، وهدم المسجد بناء على الطلب، وانتقلت إلى المسجد الشرقي 15 سنة، ثم إلى هذا المسجد 15 سنة من 2008 وحتى 2023 15 سنة حتى أدينا ما علينا. نظن نحن أننا أدينا ما علينا، قد نكون فرطنا أو قصرنا. نطلب من الله الرحمة والعفو والمغفرة، ومن رواد المسجد السماح أن يسامحونا في تقصيرنا وكنا قصرنا. وجه كلمة لرواد المسجد: أوصيكم بالمحافظة على المسجد. هذا المسجد بني بالجهود الذاتية من ألفه إلى يائه، وبمشاركة رواد المسجد، أهل المسجد، جيران المسجد، المحسنين من أهل الخير والبر في القرية الطيبة المباركة. أوصي رواد المسجد أن يحافظوا على المسجد، فهو مسجدكم أنتم، والمسجد هو بيت الله في الأرض، والمسجد هو عنوان أهل الحي، عنوان أهل الحي الذين يعيشون حول المسجد، واجب عليهم أن يحافظوا على نظافة وطهارة. وأن أوصيكم أن تتعاونوا مع فضيلة الشيخ جمعة عبد الكريم اللي جاي إن شاء الله مكاني في المسجد، تتعاونوا معه على عمارة المسجد، نظافة المسجد. فالمسجد ليس بيت فلان أو علان، إنما المسجد هو بيت الله في الأرض. ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، وطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم زائره. وحتى لا أطيل أشكركم، أشكر السادة الحضور. هذا جميل فوق رأسي، هذا جميل طوقتموني به في عنق. أشكر كل من ساهم، أشكر السادة الأئمة، أئمة المساجد جميعا كلهم، أشكر رواد المسجد، أشكر السادة فضيلة الشيخ وجيه زاهر كبير مفتشي مساجد الإدارة، فضيلة الشيخ يحيى عبد الفتاح فتش أول مساجد الإدارة، وهم دائما معنا في أفراحنا وفي أحزاننا. كما نتوجه بالشكر لأخونا
فضيلة الأستاذ وليد فلفل نائب رئيس مجلس مدينة دسوق. كما نتوجه بالشكر لأخونا فضيلة المهندس إيهاب الطوخي رئيس مجلس محلي قروي أبو منظور. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ شعبان على ما قدم. وكلمة حق، الشيخ شعبان كنا في حوالي سنة 91 تقريبا أظن كده يا مولانا، كان فعلا في الصافية وخد أول سنة في الصافية، ولما طلب نقل للمنظورة أو زجزوج فاتنقل، فمش لاقيين حد يخش مكانه، والمسجد جمهوره كبير ولازم يجي إمام راتب طول الأسبوع يتواجد. فأنا رحت جمعة واحدة مكان الشيخ شعبان بعد ما انتقل، هو ما يعرفش المعلومة دي. رحت بعده سبحان الله الناس، انت من المنظورة من بلد الشيخ شعبان؟ يا ما شاء الله، الناس بقت هتشيلني من على الأرض شيء، لأن أنا والله هذا حصل. انت الشيخ شعبان ده الله يبارك فيه، ده حاجة ما شفناش أحسن من كده، والناس في غيبته أثنوا عليه ثناء عاطرا. أنا كنت فخور بهذا وسعيد بهذا، وأخفيت عنه هذا الكلام لشيء في نفسي يعني لا أبصى عنه. فكلامه صدق، وثانيا بيشكر الناس. لا شكر على واجب يا فضيلة الشيخ، هذا حقك علينا وواجبك عندنا. نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، وأن يبارك فيك، وأن يمد في عمرك، ويطيل أثرك في الحياة يا رب العالمين. مع مسك الختام وكلمة الأئمة والدعاة نيابة عنهم وتفويضا منهم، فليتفضل فضيلة الشيخ محمد زايد ليتحفنا بما أفاض الله عليه به. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، قائد الغر الميامين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، محى الظلمة وكشف الله به الغمة عن هذه الأمة، وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أشكر إخوتي الأئمة الذين أوكلوا إلي أو أسندوا إلي هذه المهمة الثقيلة، أن أكون ممثلا عنهم ومتحدثا نيابة عنهم في هذه الليلة الطيبة المباركة. جئنا لتكريم فضيلة شيخنا الشيخ شعبان عامر، وتكريم العلماء هو في أصله تكريم للقرآن والعلم، فالعلماء هم حملة القرآن، وهم حملة ونقلة العلم إلى الناس. وأهل القرآن بصفة عامة يكفيهم شرفا أنهم أهل الله وخاصته، وأي شرف بعد هذا الشرف. وأهل العلم يكفيهم أن الله سبحانه وتعالى رفعهم درجات في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويكفيهم
أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادته وشهادة الملائكة بشهادتهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ويكفيهم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يمكن أبدا أن يستوي أهل العلم مع غيرهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويكفيهم أيضا ما قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أي أن الفارق بين العالم وغير العالم كالفارق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى رجل في هذه الأمة. ثم يردف النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ما يبين به قدر أهل العلم ومنزلتهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الله ليستغفر للعالم والملائكة في السماء والنملة في جحرها والحيتان في البحر. انظر إلى القيمة والقامة والمكانة التي يتبوأها العالم. وشيخنا الشيخ شعبان، ويشهد الله أني لا أنافقه بهذا الكلام، أنا صحبته قبل أن أكون إماما، وأتذكر التاريخ جيدا لأنه كان تاريخا فاصلا في حياتي كشخص. منذ عام 1998 بعد موت أبي بأشهر قلائل، وقد كنت أعرفه من زياراته المتكررة لوالدي، وقد كنت في هذا الوقت لا أزال طالبا في الثانوية الأزهرية، أي أني صحبته قبل أن ألتحق بوزارة الأوقاف منذ عام 98 لعام 2004، وتربيت فعلا على يديه وبلا مبالغة، وتعلمت منه الكثير. وإن أردت أن أذكر ما تعلمته من هذا الشيخ فإن المقام لن يتسع، وإن الكلمات لن توفيها حقه، ويكفي أن أسرد هذا في نقاط محددة. فضيلة الشيخ شعبان تعلمنا منه إنكار الذات وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وأنا عملت معه في بيت مال المسلمين حتى قبل أن أتخرج، وبعد أن تخرجت، وبعد أن صرت إماما. وكان هذا الرجل حتى بعدما تقدم سنه أجد فيه همة والله لا أجدها في أي عمل يقوم به عندما يتحرك للفقراء والمساكين. والله إنه كان لا يدور الليالي الطوال في البر والشتاء والوحد أياما وأياما دون توقف وبلا كلل ولا ملل. وكنت أتعجب في نفسي عندما نذهب لمصلحة خاصة لوقت قليل يتحجج بضيق الوقت ويتحجج بضعف الصحة والضعف، لكن عندما يتحرك في هذا الميدان ربما تحرك يوما ويومين وثلاثة وأسبوعا وشهرا، والله يشهد كان لا يتوقف ولا ينقطع، وكأني أشعر بهمتي لا يكل ولا يمل، حتى كنت أتقاصر وأجد نفسي محرجا أن أذكر أمامه أني ضعفت أو لا أستطيع أن أعمل معه، فكنت أمشي معه وأقول لنفسي هذا رجل ربما
أنت أصغر سنا منه وأقوى منه، فكيف تتحجج بضعف أو تعب؟ والله لقد تعلمنا من الشيخ أن نعمل لله، أحسبه كذلك والله حسيبه. وفي أثناء عملنا كانت الانتقادات توجه والاتهامات تأتي، فكان هذا يغضبنا ويزعجنا ونشكو إليه، فيقول لنا: هل أنتم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تسمعون إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ألا تسمعون إلى قول الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فكنا نستمر ونتقدم. هذا الرجل عهدناه أنه ما دخل مسجدا من المساجد إلا وكان له ثمرة. لما دخل المسجد الشرقي اشترى بيتا بجواره، وشهدته أيامها وقد كنت طالبا، ذهبت إليه واستمعت إلى خطبه، وسخر المنبر لأشهر لجمع المال فقط من أجل شراء هذا البيت، وكان يطوف الليالي والأيام على البيوت يجمع المال، مما أتاح بعد ذلك للذين أتوا من بعده أن يؤسسوا أكبر مسجد من المساجد، ربما هو الأكبر الآن بين مساجد الإدارة، هذا بفضل جهوده وبفضل عمله. وهذا المسجد أيضا الذي نحن فيه ما ترونه من عمله وجهوده. هذا الرجل يشهد الله أني رأيته إماما في كل شيء، إماما في العلم وإماما في الفقه، فكان مرجعا لي في خطبي، تعلمت على يديه وحضرت معه مئات الخطب التي ربما لم أخطبها إلى الآن، وكل مسألة كانت تستعصي علي أو أجد شكا بعد إصدار فتوى فيها كنت ألجأ إليه وأبحث عن كلماته وأتعلم منه، فتعلمت منه في الفقه والله ما لم أتعلمه في دراساتي في سنوات متعددة. هذا الرجل صراحة والله يشهد أني وجدته منكرا لذاته، حتى أنه أبدا ما أتم عملا وتركه إلا وكان يخاف أن يهدم هذا العمل، وكان يقول: إذا كان لك ثمرة فلا بد أن تخلف خلفك من يكمل رسالتك، ولا تهدم أبدا عملك، لأن اليد التي تعلمت أن تبني لا يمكن أبدا أن تحمل معول هدم، فلا تهدم ما عملته. صراحة هذا الرجل كان إماما للناس، وإماما للمنبر، وإماما للفقراء، وإماما للمساكين، وإماما للمحتاجين. الله يشهد أني لم أنافقه في كلمة، وأن كلماتي هذه لا توفي حقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره. العلماء وأهل العلم هم منارات في هذه الأرض، كما قال الشاعر: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. وقد كان السلف يقولون: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، إن بدت لهم اهتدوا وإن غابت عنهم تحيروا وضلوا. أسأل الله سبحانه وتعالى للشيخ ولزملائه ولمن هو على شاكلته ومثله ألا يغيب نجمه أبدا، وألا يغيب بدره أبدا، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمه حتى بعد خروجه على المعاش. وأعتذر للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الله لرسوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أي إذا أتممت رسالتك وأديت ما عليك من دور فلتواصل العطاء بالعطاء، ولتواصل الكفاح بالكفاح، ولتواصل الجهاد بالجهاد، راغبا فيما عند الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، نشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لكم وجزاكم الله خير الجزاء. مع التكريم لا يفوتني هذا والله يا مولانا، ده أنا كل يوم في الموضوع ده. لسه محمد عطية سالم اهو من يومين. احنا بعد ما بنختم بنوزع الجوائز عشان يبقى ماشي زي بعض. طيب، كلمة المحبين يلقيها علينا فضيلة الدكتور عصام حرفوش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو أنا مش هعرف أتكلم بعد المشايخ ما اتكلموا، لكن أنا عشرتي مع الشيخ ممتدة، وإن شاء الله تمتد سنين طويلة. الشيخ طبعا خالي أصلا، يعني في القرابة خالي، إنما إحنا جمعنا الجمع الطيب في لجنة الزكاة. هذا الجمع هو اللي هو بيبرز ويظهر معادن الناس، لأنه ما بتظهرش معادن الناس إلا في الأوقات الصعبة وفي العمل الشاق، في الأشياء اللي هي إيه، اللي هي فيها صعوبة في أدائها. الشيخ من أفاضل الناس في هذا العمل. الشيخ رجل على خلق حسن، الشيخ رجل متفاني. يعني الشيخ أنا بلتقي معاه كل ليلة من أيامها إلى الآن. لما بيغيب عني الشيخ الليلة اللي بيجيش فيه بيكون بلف على الناس المحتاجين. أنت فين يا مولانا؟ ده أنا في مشوار. يجي من المشوار إيه؟ ده أنا كنا والله في عزبة كذا وعزبة كذا وعزبة كذا وعزبة كذا وعزبة كذا. فحقيقة هذا الرجل يعني من أطيب وأطهر وأخلص من رأيت، ويعني متفاني في أي عمل بيقوم به. أي الشيخ أستاذ عبد الله هنا، مش حد يعرف ان الشيخ أستاذ عبد الله هنا شاعر القرية. فالشيخ بأمانة شديدة يعني هو بيلف على الناس كده بالليل، أنا بفتقده، لأن الشيخ في داخله حنان وطيبة قلب وإنسانية قد لا تعهدها في كثير من الناس. فندعو له الله أن يوفقه وأن لا يحرمنا من عمله وجهده وعلمه، وأن يجعل أيامه كلها سعادة، وأن ينفعنا به إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع توزيع أو تسليم الهدايا يقوم بها السادة الأفاضل
علماءنا الكرام وأساتذتنا الحاضرين فليتفضلوا.